السبب الحقيقي لإلغاء عيد الأضحى هذا العام؟ واش نتوما متفقين معاه في هذا الشيء اللي كيقول ولا لا؟ شاركونا رأيكم في شي تعليق. عندهم يا ديال الغلام قاصه غدا وكيقول للناس ما عنديش من جاو صحاب التسجيل وصحاب التلقيح يحلقوا الغلام باش يسجلوها ويعرفوا الكتيبات صحاب الاحصاء ما كلشي ناقص. السيد عنده 80 يقول ما عنديش، عنده 60 يقول ما عنديش، عنده 20 يقول لا كاينش. شنو قسم الله هو هذا المؤشر يطلع لي هو ذاك يطلع لي يعني هادو من الاسباب ياك، هادو من الاسباب السبب ما تعرفوش بهذاك الشيء اللي عندهم ياك بالاسباب. الناس دازه الغلام وساكته، حتى واحد ما قاعد يصرح بداك الشيء اللي عنده، خايف على 10000 ديال الكعب وعنده 70 بهيمه 80 100 وساكت. ها النتيجه ديال داك الشيء. كان صاليانا بوحدك واحد اخر شي عيشات وزاد بحال علياش قال لي واش ما كاينه فهمت يا خويا اش غنقول لك راه كاين البهيم ولكن الناس راه مابغاش يخصي وماشي انا وكاين اللي عنده 300 واحد والله اخويا قال لي شوف عندي 200 ديال الحولي و120 ديال النعجه و80 ديال الماعز ما كتبش واش حصيت قال لي ما حصيتش خايفين لحد 10000 كيشدوها ما نكذبش والله فوق مني ما كلشي كيسمع مونو 10000 ريال خايفين غيشدوا ديك 10000 ما غيشدوهاش ودابا ودركا وين ال 10000 مشى كلشي درك كلشي مشى لا 10000 ولا كسيبه وكشي زاد. شوف اخويا العلف غالي الكساب مضرور الكساب خلا ودرع الكساب شوف ضربوا الخلا ودرع الشناق العلف غالي العلف على الجهد ودايز كيشري في العلف وكيعلف ولكن اصحيبي ضر بزاف اصحيبي. انا اللي كندوم معاك شاري واحد 20 يلا فات عيد كبير شريت ب 50 ب 60 مهم 60 ولتحت كنت ناخذ في النخاله ب 27 100 شمن ضرب 3000 فوراج ب 30 ريال الكيلو اللي عطى الله هو هذا خلينا كنعلفوا هذا بالدرك فوراج راه كان ب 10 قالوا العيد ما كاينش راه ما كنكذبوش هادشي راه كلشي كيسمع هما يقولوا على الله عليا اش غنكذبوا الله فوق مني راه كنعودنيش انا راه ما نكذبش. خبر مفرح بكل ما تحمل الكلمه من معنى. راه الشريعه ديالنا والسنه ديالنا وشوف هو عيد الاضحى سنه ماشي فرض. هذه مساله لا نقاش فيها. نحن نشيد بالقرار اللي خداه صاحب الجلاله الملك محمد صلى الله يعني اللي فكر للشعب ديالو لانه الاب ديالنا والاب الروحي ديال جميع المغاربه. كيف يعقل سي خالد اليوم هو انه كتشوف حولي فرطاس باقي تابع مو باقي تابع النعجه ديال غردال وملي كتمشي كتسول في الرحبه كيقول لك 70 80 90 وشفنا العام اللي فات يعني اشنو كتسمع 180,000 مليون و40 مع هذا الغلاء مع هذا الغلاء شحال غادي يوصل تقريبا العيد اكيد كاين جفاف ديال الغد. اذا اليوم نعلن اعلانا رسمي ونؤكد ونديد بالبيان اللي خرجته وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه من طرف صاحب الجلاله الملك محمد صلى الله في تاكيد لالغاء عيد الاضحى. لانه المغاربه قالوا واش الناس اليوم ما قادرينش سي خالد ياخذوا تزيت العود عاد غياخذ الحولي لا ما يمكنش اسمح لي خاصه العام اللي فات يعني كانت الاثمنه يعني طالعه في الثمن اكيد حولي صغير ب 100,000 80,000 انا داك شحال هادي والجيل ديالنا سي خالد راه كنتي الا دخلتي الحولي ديال 60,000 راه انت مدخل حمار ماشي حولي. لكن الان في الاواني الاخيره وليت كتسمع 140 180 مليون وخصك تعرف سي خالد انه راه العام اللي فات راه لا بليبار ديال العائلات ما عيداتش لا بليبار ديال العائله ما عيدات ما خداو لا حولي لا حتى شي حاجه. اي نحن اليوم مع هذا القرار هذا المغاربه راه فرحان راه شتي المواطنين. اذا المغاربه اليوم وفي هذه اللحظات تنفسوا السعداء. اذا غادي نعاود نرجع لك. اذا الخبر العاجل امير المؤمنين يهيب بالمغاربه عدم اقامه شعيره ذبح اضحيه العيد هذه السنه. اذا هذا خبر عاجل. اذا ماذا كون العيد كان هذا العام هذا كيفاش غيكون الوضع؟ لا ما يمكنش يكون الوضع كارثي. هذه خطوه سباقيه اخذها صاحب الجلاله هذه خطوه في المحل ديالها شجاعه كالعاده كشجاعه. واش غادي نبداو عاوتاني نشوفوا ان الناس داخله الرحبه وكتهز الحواله سي خالد راه شفنا هذا الشيء كارثي وضحكوا على البلدان ديال ان الناس داخله وكتهز الحواله وراه هذا الشيء اللي بقى راه كون بقى العيد كون دار العيد هذه خطوه حكيمه وفي الوقت المناسب ديالها وقبل رمضان. لانه كما كتعرف كاينه في هذا رمضان كيكون يعني مصاريف غادي المغاربه كيبغيو يصرفوا. صراحه الناس انا اليوم
نحن كنأكدوا الكاميرا الله يخليك، اكيد نعم الكاميرا الاضاءه قلت نعم. لك انه الناس غادا تنفس متنفس، اللهم ما يكونش العيد والناس تبقى بخير ويمشيو ياخذوا كفيته وياخذوا زور رمضان على خاطرهم. ياخذوا فاد وياخذوا متنفس والا والناس رمضان دابا شوف الاسواق فينا هي داك الشيء ديال الناس كتجارى وسلو، وفينا هو المونك وفينا هما البريوات وفينا هما هذا واللحم الراس والتقليه وهذه الى غير. شو غياكلوا دابا؟ عاد الناس غتبقى عاوتاني كتفكر المساله اللي خطيره هي ان الحولي. ايوا الحولي شنو؟ يلا تخيل كاين دخول مدرسي كاين حولي ان لولا هذه الخطوه سي خالد لكان شفنا الحواله تشفروا في الرحبه. هذا العام راه مع هاد الناس ومع هاد الشيء اللي وصل للمواطن، اي ان اليوم